حسب أحدث تقرير لوزارة الصحة العالمية في 2023 إصابة 280 مليون شخص حول مستوى العالم بمرض الاكتئاب. وعشان كده فكرة فيديو النهاردة هو تلخيص مرض الاكتئاب بجميع مشتملاته، خلاصة دراسات وأبحاث علمية بطريقة مبسطة. وتعالى أقول لك إيه هو الاكتئاب. اضطراب مزاجي من اختصاص الطب النفسي يؤدي في أقصى مراحله للانتحار، بيسبب شعور دائم بالحزن والإحساس بالذنب، يأس، قلق، توتر، وانعدام الرغبة، صعوبة في التركيز ومحاولات انتحار زي ما اتفقنا. أما عن الأعراض الجسدية، صعوبة في النوم أو النوم أكتر من اللازم، قلة الأكل أو الشراهة في الأكل، التحرك ببطء وآلام في عضلات الجسم، وأعراض اجتماعية زي الانعزالية أو الوحدة، البعد عن الأهل والأصدقاء المقربين، صعوبة في أداء نشاطاتك اليومية زي العمل، الدراسة، ممارسة هواية أو رياضة. أما عن الأسباب فهي كتير جدا. حضر المشروب بتاعك وتعالى نقسم الأسباب لأربع أسباب. أول حاجة هنتكلم فيها النشأة، وهنا الأسرة ليها تحكم كامل في حالتك النفسية. تعرضك للعنف أو للاعتداء الجسدي أو الجنسي من أكتر أسباب الاكتئاب انتشارا حول العالم. تاني سبب وهو كمية الدماغ، وزي ما اتفقنا ان هو اضطراب عصبي، فمن الطبيعي المواقف العصيبة والفترات الصعبة اللي بيمر بيها الإنسان قد تؤدي به في الآخر لحالة اكتئاب حاد. الإنسان بمرض معين أو حتى محاولته إن هو يشفى منه بتأثر على كمية دماغ وعقل الإنسان وبتخليه معاق عن أداء مهامه الطبيعية. ثالث سبب وأقواهم أحداث الحياة، وهنا ممكن نتكلم على العمل الشاق، إنك تحمل نفسك فوق طاقتها، السهر، التعامل مع علاقات سلبية في حياتك، تحمل ضغط الفترة، انفصال، موت أحدهم، والتنمر وأزمات مالية. السبب الرابع وهو من أهم الأسباب، عشان كده سبته في الآخر، يا ريت نركز في النقطة دي، البعد عن الدين. أصلا صلة الإنسان بربه من أقوى الأسباب اللي بتربطه بالحياة واللي بتخليه فاهم كويس إيه أهدافه. أنا هنا أنصحك تقرأ عن أسباب خلق ربنا للإنسان، هتفهم إيه هو كويس هدفك في الحياة، هتعرف إن الله لم يخلق شيئا عبثا، ومتأكد إنك هتحصل منه على نتيجة كبيرة جدا هتساعدك في مقاومة الوحش المنتشر ما بيننا ده، وهيقدر يخليك تتغلب على اكتئابك. من منظوري الشخصي دايما لما ببص لأي موضوع بشوف له إيجابيات وسلبيات، فتعال أقول لك ايه هي ايجابيات الاكتئاب. الاعتماد على الجانب العقلي اكتر من الجانب العاطفي. هنا انت بتحكم عقلك وبتوزن الامور بمستوى تفكيرك اكتر ما باحساسك. فهم الذات والتعرف على نقاط القوه ونقاط الضعف. اكتساب مناعه قويه جدا، حصن ضد الالم. بعد ما بتتغلب على المرحله دي او على المرض ده بيكون عندك تحسن قوي من اغلب الامراض النفسيه الاخرى، اللي هو انت عارف انت مريت بليفل عالي فاي ليفل تاني مش هتاخد اصلا بالك منه. التصالح مع مشاكل الحياة، صوت العربيات العالي، دوشة الناس، المشاكل اللي بتحصل يوميا في الشارع، تذمر صاحبتك، آراء سلبية في حياتك. هنا انت بتكتسب خبرة تعامل مع مشكلة معينة بإيجابية بتأثر فيها من غير ما هي تأثر فيك. أما عن السلبيات فهو بيحولك لنسخة أقصى منك. هي ناضجة أكتر، هي بتفهم أكتر، هي مرت بمشاكل طلعت منها بخبرات وتعلمت حاجات كتير، ولكن أنت في الأول وفي الآخر بتكون أقصى. مفيش فينا حد بيروح حرب وبيرجع منها زي ما روح. إهدار فرص الحياة، في حاجات كتير فاتتك في الفترة اللي أنت كنت منغلق فيها على نفسك. أبديت لموبايلك، حاجات جديدة على الميديا، ترندات طلعت، حاجات أنت ما كانش عندك الوقت الكافي إنك تتابعها. فاللي هو أنت بتطلع من الفترة دي ايه ده، انا كنت فين اصلا؟ كانك ما كنتش عايش على كوكب الارض، انت كنت عايش جوه مرض محاوطك ومحتويك وهو اللي بيتحكم فيه. وصلنا لاخر موضوع من الفيديو الا وهو العلاج. هنقسمه النهارده لعلاج ذاتي وعلاج اجتماعي. الذاتي مش محتاج منك حد، انت بس اللي محتاج نفسك هنا، ومحتاج تفهم نفسك مفاهيم قويه جدا هتساعدك على الخروج من الاكتئاب. اما الاجتماعي فانت هنا محتاج مساعده الاخرين، ولا باس في طلب المساعده طالما لما حد بيطلب مساعدتك ما بتتاخرش عليه، فاذا هتلاقي اللي يقف جنبك. هقول لك على 10 نقط في العلاج الذاتي كلنا نقدر نعملها، مش محتاجه مننا لا مجهود خرافي، ولا محتاجه مننا وقت كبير جدا، ولا محتاجه مننا مقابل مادي حتى. اول شيء انك تعترف بمرضك وتعترف انك مريض اكتئاب، وده هيسهل كتير عليك انك تفهم المرض. تاني شيء زي ما احنا لسه قايلين انك تفهم المرض، وطالما انت معايا هنا في الفيديو ووصلت لحد النقطه دي فاذا انت على الطريق الصح. تالت حاجه انصحك انك تقرا مقالات كتير جدا عن المرض ده، ولو اتاحت ليك الفرصه مقابلات شخصيه مع متعافين من هذا المرض ما تتاخرش انك تاخد الخطوه دي. قبل ما تنام لازم ترسم جدول لسريان يوم بكره، لازم تعرف بكره انت هتمشيه ازاي، ما تسيبوش يمشي لوحده. اول ما تصحى من النوم انصحك جدا باول حاجه تعملها الصلاه، بعد كده بتمارس رياضه او حتى تمارين في البيت. مش شرط ان احنا نروح جيم ونتعب نفسنا، لا احنا عايزين على قد ما نقدر نستفيد من الحلول من غير ما نكلف نفسنا عبء وثقل. احنا اصلا دلوقتي في فتره ان احنا بنحاول ناخد نفسنا المرحله غير المرحله اللي احنا فيها. صليت وعملت تمارين، على طول قوم خد شاور، كل
اشرب، استمتع بحياتك، استمتع بيومك، وما تنساش تعمل شيء مفيد في حياتك. والحل الرابع الابتسامة. كون انك تبتسم في وش حد فده بيخليك تحصل على الكثير من العلاقات الاجتماعية الإيجابية في حياتك، وأظن مفيش أسهل من كده. إيقاف العادات المضرة، ودول أنا قسمتهم ل5 عادات: التدخين، النوم المتأخر، التفكير الزايد، الإباحية وسلبياتها، والإفراط في تناول الكافيين. مفيش كافيين بعد الساعة 6. أكتر عن شخصيتك، لازم تفهم إن شخصيتك زي ما ليها نقاط قوة ليها نقاط ضعف. نقاط القوة مارسها وقويها، نقاط الضعف اتغلب عليها وتصالح مع الموضوع ده. مفيش حد فينا كامل، لو كاملين كان زماننا ملايكة. وصلنا للحل الأخير، لازم تكتب إنجازاتك الشهرية أو الأسبوعية. لازم تعرف الأسبوع ده عدى عليك إزاي، وإيه الحاجات المفيدة طلعت بيها، عشان تقدر تكررها وتقدر تقويها وتقدر تنميها، وتقدر بعد كده تستفيد من الجوانب الإيجابية في شخصيتك. أما عن العلاج الاجتماعي، فأنا أنصحك بتكوين علاقات صحية إيجابية في حياتك، وطلب الدعم النفسي من الأشخاص المقربين، مشاركة ما تمر به وما تشعر به مع أقرب الناس ليك، مساعدة الآخرين واقتراح حلول لمشاكلهم، كن بطل أحدهم اليوم، ما تتأخرش في استشارة طبيب نفسي إذا لزم الأمر، المشاركة في نشاط اجتماعي، وعمل الخير. وإلى هنا نكون وصلنا لحد نهاية الفيديو، وأتمنى أنك تكون طلعت من الفيديو ده مستفيد بشيء، وأكون وصلت لك محتوى كبير بطريقة مبسطة كلنا نقدر نفهمها ونستوعبها. وأتمنى أنك تطلع برضو مستفاد بأشياء تقدر تعملها بنفسك، مش محتاجة منك لا مجهود خرافي ولا وقت زيادة عن اللزوم. لو اتفرجت على الفيديو ده للآخر، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش ان لا فرح بيدوم ولا حزن بيدوم. تأكد ان دوام الحال من المحال، والدنيا دايما متقلبة.